يلا بينا نحضر تتويج بيراميدز التاريخي بدوري ابطال افريقيا. اولا انا مبسوط قوي ان انا موجود معاك في الفلوج ده. يعني عايز بيراميدز يكسب الزمالك، عايز ياخد الثلاثيه. يا نهار ابيض. اول حاجه عملناها خدنا راي الجمهور في الماتش، واللي كان اغلبهم زملكاويه بس كان في برضه اهلاويه. 2-0 البيراميدز ان شاء الله. انت جايب التيشيرت الزمالك النهارده؟ طبعا زملكاوي طبعا. زملكاوي بيراميدزاوي، مش خايف؟ مش حاسس ان بيراميدز خد مكان الزمالك؟ لا خد مكان الاهلي. ازاي بقى؟ الاهلي هو اللي كان بيلعب النهائي. بس يبقى هو بيلعب مكان بس الاهلي بطل الدوري دلوقتي. لا ما هو برضه لسه بيراميدز هياخد 3 نقط وان شاء الله يطلع. يعني بيراميدز بطل دوري. طب مين بطل الكاس اللي جاي؟ برضه ان شاء الله بيراميدز عشان نخسر هيقابل الزمالك، ياخدها من انت الزمالك. عايز بيراميدز يكسب الزمالك؟ عايز ياخد الثلاثيه. يا نهار ابيض. 2-1 لبيراميدز ان شاء الله. 2-1 لبيراميدز. انت اهلاويه ولا زملكاويه اصلا؟ زملكاويه. لو الاهلي النهارده اللي بيلاعب سان داونز هتيجي تشجع الاهلي؟ اكيد 3-0 لبيراميدز. زملكاوي. 3-0 زملكاويه. 2-1 بيراميدز يعني اهلاوي جدا. بيراميدز لو بيحلم باللي بيحصل ده كمان 10 سنين حتى كانش يتخيل ابدا ان هو يشوف المنظر ولا الصوت ده. وده شكل جمهور سان داونز الموجود النهارده في الماتش. بدأ الماتش سريعا وكان باين ان بيراميدز عايز يهدي اللعب، بس قدر يخطف جون جامد قوي. مايلي طلع طلقه من رجله عشان يجيب الجون الاول في الدقيقه 23. عالمي. بقى 10 دقايق كابتن طه في الشوط الاول، وبيراميدز ماشي الماتش زي ما هو عايز، مفيش هجمات تقريبا، هو جاب الجون وموت الكلام على كده. مدرب بيراميدز ده فقره لوحده، وممكن تسيب الماتش وتقعد تتفرج عليه بس. يا عيني على الشناوي لما بيتألق يا كابتن طه. خلص الشوط الاول 1-0 لبيراميدز. بيراميدز بيقرب قوي من بطوله افريقيا كده. بيراميدز عشان يخسر عايز جونين في الشوط الثاني، واعتقد ده صعب قوي. الشوط الاول كان ممل جدا، ما فيهوش اي هجمات، مفيش غير الكره اللي طلعها الشناوي. اولا انا مبسوط قوي ان انا موجود معاك في الفلوج ده. يعني ما تكبرش الموضوع الله يخليك. شوط اول حلو متوازن. حلو يحسب لبيراميدز انه ما تراجعش من الدفاع من اول الماتش، باعتبار ان 0-0 كانت تأهله. فلعبوا شوط حلو. احمد عاطف قطة عمل ماتش حلو قوي دفاعي وهجومي. فيستو مايلي نفس القصه. فالتقدم كان مهم جدا، لانه في اي لحظه انت متوقع لا قدر الله بيراميدز سان داونز يسجل. اوعى تغلط زي ما حصل في اخر الشوط. دي حقيقة. سرحان مفاجئ. خد بالك 1-1 ضربات جزاء طبعا. فاهم، فالموضوع لسه خطر برضو شويه. طبعا، لكن على الاقل ضمنت ان لو جه في الجول ما تبقاش انت خسرت كل شيء يعني. دي حقيقه. فالسرحان اللي حصل من بيراميدز في اخر الشوط ده هو دي بالظبط اللي بيعتمد عليها سان داونز. ده اللي عمله مع الاهلي. هو ده بالظبط. هو ما بيعمل لك شوط ماتش بلا اي خطوره، فجاه لقطه زي اللي حصلت. فبرافو للشناوي. صح، دي حقيقه. انتقدناه كتير قوي، ما تطلعش بالظبط. انتقدناه كتير قوي، لكن لقطه زي دي ممكن تجيب البطوله لبيراميدز ان شاء الله. دي حقيقه. بدأ الشوط الثاني بلقطه كانت عامله رعب في الاستاد كله. واضح كده ان في حاله طرد ممكن تبقى على بيراميدز، ودي ممكن تقلب الماتش كله، واحنا لسه بادئين كمان في الشوط الثاني. الحكام طولوا قوي في مراجعه الكوره، ولسه اصلا ما ندهوش الحكم عشان يشوفها هي فيها ولا ما فيهاش. فانا مش عارف في ايه، عشان كله الحمد لله نص ساعه وطلعت على الفاضي، مفيش طرد ولا حاجه. بيراميدز، واعتبر ان الكاس خلاص في مصر النهارده. خلصت بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا. كام دول قراراتهم متاخره قوي، حتى الجون بياخدوا وقت على ما بيحسبوه. ايوه كده يا اخي، ايوه كده الحمد لله. ده لو كانش اتحسب كان هيبقى شكلي وحش قوي. ده الشناوي بيصد اهو يا جماعه، ما انتوا ظالمينه ليه؟ الجون الاول لسان داونز والماتش هيتكهرب. احنا بنتكلم في الدقيقه 75 دلوقتي. سان داونز لو جاب جون واحد بس، ده يعني لو تعادل 2-2 هو اللي يكسب البطوله. كالعاده بعد كل جون او كل اي حاجه تحصل لازم الفار يقعد ساعه على ما بيحسم القرار. ما اعرفش هم بيعملوا ايه كل مره، وحتى ما بيستدعوش الحكم في اي كوره. مدرب بيراميدز بيعمل اي حاجه عشان تحمس لعيبته. بصراحه ده الوقت الصح اللي لازم يحفز فيه اللعيبه. في الدقيقه 85 اعتقد الكام دقيقه اللي جايين دول مع الوقت الاضافي هيبقوا نار. سان داونز هيضغط بكل قوته، لان سان داونز جون واحد يكسب. بيراميدز هيحاول يخطف جون باي طريقه عشان يقتل الماتش نهائي. يا لهوي 10 دقايق وقت بدل ضايع، ده كتير قوي، ده شوط اضافي كامل. شكلهم هيتعادلوا. بص يا رشيد، نجم
نجم والله العظيم. دي بقى اللحظات اللي كان كل الناس واقفه على اعصابها، سواء ملاك النادي الاماراتيين او رئيس النادي او رئيس الاتحاد او الوزير حتى، كل الناس كانت مشدوده جدا لحد ما صفر الحكم عشان ينهي البطوله ويتوج بيراميدز بدوري ابطال افريقيا. خلص الماتش، بيراميدز بطل افريقيا، شارك مرتين، يكسب المره الثانيه دوري ابطال افريقيا، اعجاز تاريخي. دي لقطه من اللقطات الحلوه. مهند رشيد كان ماسك علم فلسطين طول الاحتفالات وكل اللعيبه كانت بتصور بيه. The winners of the Total Energies CAF Champions League 2024-25. رمضان صبحي بعد التتويج كان بيحتفل احتفالات هستيريه في الملعب. وبس كده، الحمد لله.